الموظفين كلهم عارفين ان هو اللي هيكون المدير، اصل رئيس الشركه بيقول عمته هي اللي هتبقى المديره، وكلهم بيستلموا من القرار ده وبطول رئيس الشركه، بس كلنا عارفين ان مايكل هو اللي هيبقى المدير، وبيقول لها انت اشهر منه، وبعد ما بيخرجوا بيكون زعلان، ومراته بتيجي وراه بتحاول تراضيه، وبيقول لها يا اما تكوني مراتي يا اما تستقيلي، وبتقول له بس انت عارف ان انا بحب شغلي ومحتاجين كمان فلوس، وبيقول لها مش هينفع مراتي تكون مديرتي في الشغل، ما ينفعش يقول لي اعمل ايه، وبيديها الخاتم وبيقول لها مش هينفع نكمل مع بعض، والبنت بتستلم في جوزها وانه سابها بالسهوله دي، وبتمشي من الشركه وبتكون منهاره من العياط، وهي ماشيه بتخبط في واحد وبتوقع القهوه، وبتشوفها بتعيط وبيقول لها انت بتعيطي على القهوه، فبتحضنه وهي ما تعرفوش عشان تهدى شويه، وبياخدها وبيعزمها على العصير، وبيقول لها انا اصلا كنت متجوز وطلقت عشان مراتي كانت رئيسي في الشغل وانا ما قبلتش ده على نفسي وطلقتها، فبيقول كده هو ما يعرفش اللي حصل معاها، فبتشتمه وبتمشي وبتروح وبتفضل تعيط عشان قلبها اتكسر مرتين، وتاني يوم بتروح الشغل ورئيس الشركه بيقول لها انا حاسس ان انت متضايقه، وبيقول لها كده عشان مشي المديره، وبيقول لها في الاول هيحصل لك مشاكل كتير بس لازم تشدي حيلك، وبيقول لها في مستثمر كبير جاي فحضري نفسك، وبيدخل المستثمر وبيطلع ان هو اللي كانت معاه امبارح، ورئيس الشركه بيقول لها ده المستثمر اللي انا قلت لك عليه، وبتقول له انت